اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم محمد رضوان. من حوالي سنة كنت عملت فيديو عن ازاي تستلم العقار بتاعك. لما بتستلم عقار من مطور، سواء عقار سكني تجاري اداري، عملت فيديو عن ازاي تستلم العقار ده، وبعديه على طول عملت فيديو عن ازاي تأجر العقار. هحط لك اللينكات بتاعهم برضو في الديسكريبشن لو حابب ترجع لهم في اي وقت. الفيديو ده هنتكلم ازاي تبيع العقار. فانا حبيت في فيديو النهارده نتكلم عن ازاي تبيع العقار بتاعك، او هنتكلم عن عوامل نجاح بيع اي عقار او فشل البيع بشكل عام. فالفيديو ده موجه اكتر لصاحب العقار اللي عايز يبيع، خصوصا ان انا تقريبا معظم فيديوهاتي كانت مركزه اكتر على المستثمر او المشتري بشكل عام. ما عملتش فيديوهات كتيره قوي عن صاحب العقار او البائع. فالفيديو ده يخص البائع العقار وبرضه يخص المشتري، لان انت لو بتشتري عقار النهارده فانت في يوم من الايام هتبقى عايز تبيع، وممكن تكون بتشتري اصلا بغرض الاستثمار، يعني انت بتشتري اصلا علشان تبيع العقار ده بعد كده. فالفيديو ده مهم ليك جدا، سواء انت مشتري او بائع عقار، صاحب عقار او وسيط عقاري. يهمك برضه كوسيط علشان تعرف ازاي تنجح في بيع اي عقار، وازاي تأهل العميل بتاعك وتأهل العقار بتاعه علشان تقدر تبيع العقار ده. فخليك متابع معايا لاخر الفيديو، سواء انت مشتري او صاحب عقار وقررت انك تبيع العقار بتاعك دلوقتي، او بقالك فتره عارض العقار بتاعك للبيع ومش عارف تبيعه، ما بيتباعش. فخليك مكمل معايا لاخر الفيديو علشان تعرف ايه هي العوامل اللي المفروض تبقى متوفره عندك وفي العقار بتاعك علشان تنجح في عمليه البيع. ولو العقار بتاعك مش بيتباع فغالبا في عامل منهم مش موجود عندك، فتبقى على الاقل حاطط ايدك على المشكله. طيب اللي بيبيع عقار بيكون العقار ده حاجه من الاثنين، يا اما عقار جاهز يا اما تحت الانشاء. طيب عقار جاهز ده يعني حاجه جاهزه وموجوده وسعرها كاش، مفيش عليها اي اقساط، زي مكتب جوه مول، او عقار سكني جوه كومباوند او بره كومباوند، ممكن تبقى شقه في عماره في شارع من الشوارع، او اي نوع عقار موجود وجاهز ومفيش عليه اي اقساط. والنوع الثاني عقار تحت الانشاء او عقار متسلم بس لسه عليه اقساط. فاللي بيبيع ده بيكون في نص السكه كده، بيكون عايز يخرج من العقد وحد تاني يدخل بداله ويكمل هو بقيه الاقساط مع الشركه. طيب دلوقتي عاده في المشاريع الجديده اغلبها وقت الاستلام بتحصل مشاكل زي ايه؟ ان اللي بيكون معروض للبيع في السوق كتير جدا، لان وقت الاستلام بيكون مطلوب منه انه يدفع مبلغ معين مش اقل من 10% اللي هم على الاقل بتوع الصيانه، فبيكون في كتير منهم مش قادرين يدفعوا المبلغ ده، او متعثر ومش قادر يكمل الاقساط. وكمان في كتير منهم بيعرضوا باسعار اقل من سعر السوق. هو مش عايز اي مكسب، هو عايز بس ياخد الفلوس اللي دفعها وحد تاني يدخل مكانه ويكمل. ودول هم المشكله. ليه هم المشكله؟ لان كل واحد من دول بيبقى مدي العقار بتاعه لكذا شركه تشتغل عليها. فلنفترض مثلا في مشاريع جديده او في مدينه ما اللي معروض مثلا 1000 عقار، في منهم اقليه عارضين باسعار اقل من سعر السوق وليكن 10 مثلا. فكل واحد من العشرة دول مدي العقار بتاعه ل10 شركات، فال10 عقارات دول بقوا 100، لان كل شركه من دول طبعا بتعرض العقارات دي على البورتالز اللي هي المواقع اللي بيبقى معروض فيها اعلانات العقارات دي. فالمشتري لما بيدخل يشوف بيلاقي اللي معروض كتير باسعار اقل من سعر السوق، فبيفهم ان هو ده سعر السوق. والاكتر من كده كمان ان دول طماعين، يخش كمان يفاصل في السعر، لازم ياخد سعر اقل من اللي مكتوب. فالحل هنا لو انت بتبيع العقار بسعر اقل من السوق او حتى بسعر السوق، لازم تدي العقار بتاعك لشركه واحده بعقد حصري. وده في العالم كله، تتعامل مع شركه واحده بتشتغل بشكل احترافي بعقد حصري. لما بتدي العقار بتاعك لشركات كتيره ده مش في صالحك خالص، انت بتبقى فاهم ان هو كده هيتباع اسرع وانه كده في صالحك، انما هو العكس تماما. والعقد الحصري ده بيكون في حدود ال3 شهور، ما بيقلش عن 3 شهور. انا تفاصيل العقد الحصري مش هتكلم فيه دلوقتي، ده ممكن ابقى اعمل له فيديو تاني مخصوص. ايه مميزات العقد الحصري؟ مميزاته ليك انت كعميل، فده ممكن هعمل له فيديو مخصوص لوحده. بس خلينا نكمل الفيديو ده عن عوامل بيع اي عقار علشان ما نطولش الفيديو بزياده. طيب حاجه تانية برضو اللي تبقى فاهمها لو انت بتستثمر في المشاريع الجديدة، هل متوقع ان انا اعمل ربح دلوقتي في مدينة جديدة زي العاصمة الإدارية او زايد الجديدة او اي مدينة لسه بتطلع جديد عامة؟ للأسف هصدمك واقول لك خالص. ليه بقى؟ لان المطور نفسه
لسه عنده حاجات كتيره بيبيعها، وبيبيعها على خطط سداد 7 سنين و8 سنين و10 سنين. فانا هشتري منك انت ليه؟ حتى لو انت السعر بتاعك اقل من سعر المطور، برضو انا المطور مش هدفع كاش، او المبلغ اللي هدفعه مش هيكون كبير. فالمستثمر لما هياخد حاجه علشان يأجرها، هو هيحسب العائد على اللي دفعه، مش العائد على اجمالي سعر الوحده. فحتى لو المطور بيبيع بسعر اعلى من السعر بتاعك، انا برضو اللي بدفعه اقل. امتى فرصتك في البيع تبقى كويسه؟ لو انت العقار بتاعك مميز وموقعه مميز جدا مفيش زيه، ممكن ساعتها تبقى فرصتك في البيع كويسه. انما عقار عادي في المشروع، شيل من دماغك خالص موضوع البيع ده دلوقتي. حتى لو مع مطور كبير، البيع بيكون فرصته احسن لما يكون المطور بنى وخلص المشروع وتسلم، وخلاص مش فاضل عنده وحدات تانية للبيع، او اللي فاضل عنده قليل جدا. طيب ايه هي العوامل الاساسيه لنجاح بيع اي عقار؟ دي لازم تبقى فاهمها ومتوفره عندك كبائع عقار، وانت برضو كوسيط عقاري لازم تبقى فاهم الحاجات دي وانت بتأهل العميل بتاعك. اول واهم عامل هي الجديه، جديه البيع. لازم يبقى عندك دافع قوي للبيع. لو انت ما عندكش دافع حقيقي لبيع العقار بتاعك، يبقى انت غالبا ما عندكش جديه في البيع اصلا. طيب ليه انا بقول جديه البائع اهم عامل في العوامل؟ لان لو مفيش جديه فعلا، فبقيه النقط دي ملهاش اي لازمه، لان كل النقط اللي احنا هنتكلم فيها هي قايمه اصلا على جديه البائع. فانت لازم يكون عندك دافع للبيع، والدافع ده بيكون دافع من الثلاث دوافع دول. الثلاث دوافع دول هم دافع الوقت، ودافع المال، ودافع راحه البال. على سبيل المثال دافع الوقت، انا دلوقتي عندي ضائقه ماليه مثلا، ومحتاج ان انا ابيع العقار بتاعي ده علشان افك الضيقه الماليه دي، فده دافع الوقت، محتاج ابيع ضروري علشان احل المشكله الماديه اللي عندي. ممكن يكون برضو انا بقسط العقار ومش قادر اكمل الاقساط، فمحتاج ابيع ضروري قبل ما يجي القسط الجاي وينزل عليا غرامه، او الشركه تسحب الوحده بالكامل واخسر فلوس. فانا عندي وقت محدد محتاج ان انا ابيع العقار قبل الوقت ده، فده دافع الوقت. دافع المال هو ان انا اشتريت العقار ده بغرض الاستثمار، وعايز ابيعه دلوقتي علشان احقق ربح واحقق اعلى عائد من الاستثمار ده، فده دافع المال. دافع راحة البال، انا مثلا عايز انقل من بيت لبيت تاني في مكان احسن، او راجل وزوجته اولادهم كبروا خلاص وسابوا البيت، فبقى البيت واسع عليهم وعايزين يبيعوا البيت ده وينقلوا لبيت تاني اصغر ليهم، او حد ساكن في منطقة قديمة مثلا وعايز يبيع العقار بتاعه وينقل لمستوى حياة او اسلوب حياة مختلف في كوميونتي معينة، فده دافع راحة البال. فدي الثلاث دوافع الأساسية لبيع العقار. طيب تاني أهم حاجة بعد جدية البائع هو السعر. سعر العقار، نجاح أو فشل بيع أي عقار مرتبط بشكل أساسي بالسعر. أنت لو سعر العقار بتاعك عالي ومش مناسب لسعر السوق، فأنت اللي بتعطل عملية البيع دي بنفسك. العقار هيفضل معروض فترة طويلة ومش بيتباع طول ما أنت مش مظبط السعر بتاعه. وده يرجعنا للنقطة الأولانية، هي جدية البائع. برضو علشان انت كوسيط عقاري تبقى عارف البائع ده عنده جدية ولا لأ، موضوع السعر. لو هو عايز يظبط السعر بتاعه وبيتكلم في سعر سوق منطقي ومناسب، فده بنسبة كبيرة شخص جد في البيع. انما لو هو مصر عن سعر اعلى من سعر السوق ومش عايز ينزل، يبقى ده كده شخص ما عندوش جدية. مهما قال لك انا جد في البيع، هو كده ما عندوش جدية. ان انت ممكن النهارده مثلا تبقى بتتكلم مع عميل وبتأهله، وانت بتقترح عليه السعر المناسب لسعر السوق، ممكن ما يرضاش بالسعر ده ويقول لك لا خلاص مش عايز ابيع ومش فارق معايا، فخلاص هو اختصر عليك الطريق وقال لك بشكل واضح ان هو عميل مش جد. انما في كتير هيقول لك لا انا جد وعايز ابيع، بس هو مش عايز يظبط السعر بتاعه، فده بيديك مؤشر ان العميل ده ما عندوش جديه حقيقيه للبيع. وخلي بالك انت العقار بتاعك مهما كان كويس هو في الاخر ملوش اي قيمه لو انت مش مظبط السعر بتاعه. يعني ممكن تقول لي انا في مشروع عليه طلب عالي والعقار بتاعي تشطيبه حلو جدا وموقعه مميز، تمام، كل دي نقط ممكن بتزود التميز بتاع العقار وبتزود السعر شويه، بس في الاخر هو في رينج. فلو انت زودت عن سعر السوق او الرينج بتاع سعر السوق، فانت كده هتبقى مجرد انك عارض العقار بتاعك ملوش اي قيمه ومش بيجي عليه مشترين جادين او مكالمات حتى. فانت اهم عامل عشان تبيع العقار بتاعك وتبيعه كمان بسرعه انك تبقى عارض بسعر سوق مناسب، وتميز كمان سعره عن السعر السوق الطبيعي. طبعا ما بقولكش تحرق سعره وتنزله، يعني ما يبقاش مثلا سعر السوق المتر من 30 ل 35
ما بقولكش اعرضه ب 20,000 للمتر، لا طبعا، بس انت بتميز حاجه بسيطه كده ان هو يشد انتباه المشتري اكتر. وانا برضو ان شاء الله هبقى اعمل فيديو مخصوص عن التسعير، لان مساله البرايسنج او تسعير الوحده برضو فيها تفاصيل كتيره هبقى اتكلم فيها في فيديو مخصوص. فدلوقتي انا بس بتكلم على العوامل الاساسيه، وان التسعير ده من اهم عوامل بيع اي عقار او تاجيره. الكلام ده يسري على البيع او الايجار. طيب النقطه اللي بعد كده هو الطلب. هل في طلب اصلا على العقار بتاعك ده ولا لا؟ انا ممكن العقار بتاعي يبقى كويس جدا، بس المنطقه اللي هو فيها اصلا ما فيش عليها طلب، او الطلب عليها مش عالي، فده بيبطئ عمليه البيع او بيصعب عمليه البيع. وممكن العكس، ممكن المنطقه اللي فيها العقار بتاعي منطقه كويسه وعليها طلب عالي، بس العقار بتاعي نفسه ما فيش عليه طلب. ممكن يكون موقعه سيء، او العقار نفسه فيه مشاكل، ممكن التشطيب مثلا فيه مشاكل، او الاوراق القانونيه مثلا فيها مشكله، او مشكله في تراخيص معينه. فانت لازم برضه تشوف لو العقار بتاعك عليه اي مشاكل تقدر انك تشتغل عليها. لو مثلا التشطيب قديم، طب انت ممكن تجدد في التشطيب، تجدد الدهانات، تجدد التشطيب كده يبقى العقار شكله كويس وفرصه البيع بتاعته تبقى اعلى. مساله الاوراق القانونيه، تتاكد ان الاوراق القانونيه بتاعته كلها سليمه. لو في تراخيص معينه محتاجه تتعمل تخلصها. لو في تسجيل يكون العقار ده متسجل او قابل للتسجيل. فكل دي امور لو ظبطتها هتسهل اكتر عمليه البيع، لان انا ممكن يبقى عندي جديه في البيع وكمان منزل سعري عن سعر السوق، بس العقار مش بيتباع علشان العقار نفسه فيه مشكله. العقار يعني معيوب زي ما بيقولوا. فانا لازم اشوف المشاكل دي واشوف اقدر احلها ازاي. طيب انا دلوقتي عندي جديه في البيع، والسعر بتاعي مظبطه، انا عارض بسعر اقل من سعر السوق ومميز السعر بتاعي، والعقار بتاعي ما فيهوش اي مشكله، بالعكس ده المنطقه دي عليها طلب عالي، والموقع بتاع العقار ده كويس وتشطيبه كويس ومفيش اي مشاكل، بس ما زال العقار برضه ما بيتباعش. نيجي بقى لاخر نقطه وهي التسويق. انت ممكن يكون عندك جديه في البيع والعقار بتاعك مكتمل الاركان كسعر وكل حاجه، بس مش متشاف. يعني انا دلوقتي مشتري جد وبدور على عقار في المنطقه اللي انت عارض فيها العقار بتاعك، بس انا ما اعرفش اصلا ان العقار بتاعك معروض للبيع. وهنا بقى يجي اهميه شركه التسويق العقاري اللي انت ماضي معاها عقد حصري وبتشتغل بشكل احترافي، بتعمل تسويق بشكل احترافي. تسويق الوحده بقى من ناحيه تصوير الوحده او تصوير العقار وعرضه على المشترين الجادين، وطريقه عرض او اعلان العقار ده، واني اوجهه للناس اللي هتبقى مهتمه تشتري النوع ده من العقار. طبعا اللي بيشتري عقار سكني غير اللي بيشتري عقار تجاري، اللي بيشتري شقه غير اللي بيشتري فيلا. فطريقه التسويق وطريقه ان انا اوصل للمشتري الجد اللي هيشتري النوع ده من العقار فيها تفاصيل كتيره جدا، وبرضه ممكن ابقى اعمل فيديو مخصوص عن التسويق. فدي كانت اهم عوامل لنجاح بيع اي عقار، لازم تبقى انت فاهمها كويس كبائع او كوسيط عقاري، تبقى انت عارف الحاجات دي كويس وانت بتأهل العميل بتاعك. لان مش اي عميل هيكلمك في التليفون علشان عايز يبيع الوحده بتاعته انت هتشتغل معاه. لازم الاول بتعمل تأهيل للعميل نفسه وتأهيل للعقار بتاعه، ولازم تمضي عقد مع العميل ده حتى لو مش حصري، بس تبقى ماضي معاه عقد اتفاقيه بالتسويق عشان تضمن ان العميل ده جد وانه ملتزم بكلامه، سواء كلامه في البيع او كلامه في ان هو يدفع العموله بتاعتك بعد ما يتم البيع. مفيش حاجه اسمها نشتغل كده من غير اتفاقيه ومن غير ما نمضي عقد ولا اي حاجه. ومفيش حاجه اسمها العميل مش عايز يمضي، ما تشتغلش معاه. السوق مش هيظبط غير كده، لازم كل الناس تشتغل بالطريقه دي. وده الطبيعي في العالم كله، وكل الشركات الكبيره اللي بتشتغل بشكل احترافي لازم بتشتغل بورق وعقود، بتبقى ماضيه عقد مع اي بائع عايز يبيع او يأجر العقار بتاعه وشغاله على العقار بتاعه، لازم بتبقى شغاله باتفاقيه. انما مجرد ان اي عميل يكلمك تاخد العقار بتاعه وتفاصيله وتشتغل عليها كده وخلاص، ممكن يبقى سعره عالي او بيبيع بيع غناوه زي ما بيقولوا، او ما عندوش جديه في البيع، فانت كده بتضيع وقتك وبتضيع مجهودك، وده مش في صالحك ولا في صالح العميل ولا في صالح السوق. ونرجع نقول ده في عقارات كتيره معروضه ومحدش بيشتري وفي ركود. لا، هو الناس بتشتري عادي وعقارات كتيره بتتباع كل يوم، بس اللي بيتباع الحاجات اللي هي مؤهله، اللي فيها العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دي. فدي حاجات بتبين لك اذا كان العميل ده جد او مش جد. انما عميل اكلمه اقول له انا عندي مشتري او حد جاي يتفرج ويقول لي لا والله ده انا بقالي يومين عليت السعر، طبعا حاجه زي دي حاجه مش احترافيه خالص، وبتبوظ العلاقه بينك وبين الوسيط وبتبوظ البيعه كلها. المفروض ان احنا اتفقنا على سعر تلتزم بيه.
اتفقنا على سعر وكتبنا بيه عقد، المفروض انك تلتزم بيه. وبرضه حاجه كمان لازم تبقى فاهمها انت كوسيط او انت كمشتري، ان مفيش حاجه اسمها الراجل ده اخره كام. يعني مشتري يشوف عقار معروض بسعر معين ويقول لك الراجل ده اخره كام، طبعا مفيش حاجه اسمها كده. وانت كوسيط لو رديت عليه وقلت له اخره كام، فانت كده مش فاهم وبتبوظ البيعه كلها ومش في صالح العميل. المفروض بيبقى في حاجه اسمها عرض مضاد. يعني انت دلوقتي كبائع انت حاطط سعر معين، ده عرض. فانا كمشتري لما المشتري يكلمني المفروض يديني عرض مضاد، ما ينفعش يطلب مني عرض. ما انا عارض خلاص، ازاي بتطلب مني عرض تاني؟ انما الصح لما المشتري يكلمك انت كوسيط، اطلب منه يقول عرض سعر وتعرض العرض ده على البائع والبائع يرد بعرض. عشان كده اسمه عرض مضاد، يعني بيبقى عرض رايح جاي كده لغايه ما نستقر على سعر. وانت برضو كعميل سواء بائع او مشتري لازم برضو تقدر مجهود الناس دي. يعني لما يكون الوسيط بيكلمك في التليفون وانت بترد عليه وانت متأفف كده ومتضايق، هو بيكون عامل حساب المكالمة دي 1000 مرة، وممكن كمان ما يرضاش اصلا يشتغل على العقار بتاعك. لازم تبقى فاهم ان اللي بيكلمك ده هو عايز مصلحتك، هو مش ضدك، هو معاك وعايز مصلحتك وعايز يبيع لك بسعر كويس وفي اقل وقت. فانت لازم تبقى متعاون معاه وترد على اسئلته. لو انت متضايق ومش عايز الخدمة بتاعته، خلاص ارفض الخدمة بكل احترام. هو واحد بيكلمك او انت بتكلمه بيعرض عليك خدمة، انت يا تقبلها يا ترفضها بكل بساطة. انما ما دام انت وافقت انه يشتغل معاك ووافقت على العمولة، خلاص يبقى لازم تبقى متعاون وتمضي معاه عقد. ايه المشكله؟ ما دام انت موافق، انت خايف من ايه؟ ده الطبيعي في العالم كله. وتبقى متعاون وملتزم معاه في الكلام وتدفع العموله بتاعته كامله في وقتها. انما تاخر عليه العموله او ما تدفعهاش كامله بعد ما يكون تعب وصرف اعلانات ومجهود وجاب لك مشتري وانت تعمل كده، طبعا دي اساليب مش احترافيه وما ترضيش ربنا خالص. الناس دي شغلها متوقفه على العمولات، المرتبات بتاعتهم دي ملهاش اي لازمه. وفي شركات اصلا مش بتتعامل بمرتبات، بيبقى بس بالعموله. يعني الشركه مصدر دخلها هي العموله اللي بتاخدها من حضرتك دي. فانت طريقتك دي بتوقف حالهم وبتيجي على اكل عيشهم. فلو انت مش هتلتزم يبقى ما تتفقش من الاول. فاتمنى ان انا اكون افدتكم في الفيديو ده. طبعا مش محتاج اقول لك ما تنساش الاشتراك في القناه واعمل شير ولايك لو عجبك الفيديو، وتقدر تكلمني في اي وقت لو احتجت اي حاجه. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.